عندنا سؤال على السريع. شو رايك بالناس اللي بتقول انه العطورات ليس لها هويه، انه فقط يعني عطورات يونيسكس، ما في شيء اسمه رجالي ما في شيء اسمه نسائي؟ يعني واخر شغله انه البيتزا هل في منها رجالي هل في منها نسائي؟ الموضوع شائك اخ معاذ. مؤخرا عم نسمع كثير ناس بتحكي عن العطور، بتطلع بتقول لك العطور ما لها هويه وما لها جنس، العطور لكل الناس. زي البيتزا مثلا نساء رجال. لا يا روحي، احنا بال 2024 احنا في عصر حذر، في عصر خطر على الرجولي. وانت بتعرف السياسه العالميه شو بتساوي. بديش اذكر بالتفاصيل المصطلحات. في هجوم على الذكوره وفريقنا عم بينقص. زمان في قديم الازل ببدايه العطور، صناعه العطور كان زمان ما في تنوع كثير في العطور يا معاذ. العطور البودريه ما كانت موجوده، العطور النوتات الخفيفه يعني النسائيه بشكل صريح زي اليوم ما كانت موجوده. صحيح. اللي ريحتها يعني بتعطيك طابع انثوي. صحيح. زمان ما كانت موجوده بشكل كبير، زمان كان في شويه عطور تمشي لكله. لكن حاليا الثقافه اختلفت، ولازم دائما نتذكر احنا بال 2024 مش قبل الميلاد. انا بدي اسال سؤال لهي الناس وللمتابعين: هل انت كشخص عاقل بليله دخلتك يوم عرسك فيك ترش من عطر مرتك وتنام معها بالسرير؟ يعني انت وزوجتك نفس العطر. اذا انت موافق على هذا الكلام، انا من الصبح بنزل فيديو وبقول العطور ما لهاش جنس. وهدول الناس اللي عم بيطلعوا الختايري، مع احترامي الشديد لكم، تحفظوا نام وبقابلني.